love you. I miss you. I'm in love with you guys. I'm in love with you. والله شو I love you. شو فاكرة ما بنحكي انجليزي مثلا؟ ولا بس انت اللي بتحكي انجليزي؟ قال I love you all. قولي بحبكم وخلصينا. هاي الكل كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. اليوم الفيديو هو انواع الناس في رمضان. هلا انا عملت قبل هذا الفيديو انواع البنات في رمضان، فاذا ما شفتوا روحوا شوفوه لانه كمان كتير حلو. اليوم رح نحكي عن 10 انواع للناس في رمضان. بس قبل ما نبلش بالفيديو لازم اذكركم بالمسابقة لتربحوا تابلت من هدول. وعلى فكرة هاد صندوق واحد من صناديق الهدايا. كل اللي عليكم تعملوه سبسكرايب للقناة، لايك لهذا الفيديو، واتركوا تعليقات تحت قد ما بدكم قد ما بدكم. كل ما زدتوا تعليقاتكم كل ما زادت فرصكم بالربح. وبس خلونا نبلش. البومة البشرية. شو يعني بومة بشرية؟ باختصار جدا شديد، هذا الشخص بيفيق طول الليل بينام طول النهار. بعرف انه هلا بينكم وبين حالكم عم تتذكروا شخص معين حتى لو ما كان معكم بالبيت، بس انه رفيقكم او رفيقكم، بس انه شفتوا او سمعتوا بشخص هيك. بس المشكله مو هون، المشكله انه طالما هو فايق بالليل بياكل الاخضر واليابس، لدرجه انه لما بتفيق الام الصبح بتفتح البراد بتلاقي فاضي، الثلاجه بتكون فاضيه، مسحها، نسفها، قتلها. عن جد لا، والاحلى من هيك هذا الشخص مفكر حاله كتير ذكي. قبل ما يأذن ب10 دقائق على التمام والكمال شو بيعمل؟ بيشرب برميل او النيله هالقد مي. قال هيك هو عم بيضحك على بطنه، ما بيعرف انه كلهم ساعتين وبيصيروا بالحمام. هو اكثر نوع مزعج. ليش؟ لانه بيحسب الساعات، الدقائق، وحتى الثواني لوقت الافطار. يعني اذا بتسالوه قديش باقي للافطار بيقول لكم 3 ساعات و20 دقيقه و35 ثانيه. وعلى فكره اذا ما عندكم هذا النوع فانتم محظوظين. اوقات بنضحك على حالنا فبننسى وقت الافطار مشان الوقت يمر بسرعه. بتعرفوا هي الشغله كلنا بنعملها، فهو ما بيتركك بحالك. حتى اذا ما سالته هو بيجي بيخبرك قديش باقي للافطار لحتى ييأسك. يعني انت بتفكر انه بغير ساعتين بيجي بيقول لك باقي 6 ساعات. ليش الله يسلط عليك، الله يسلط عليك مثل ما سلطت علي، الله يسلط عليك. هذا النوع انا متاكده انه اغلبكم 90% منكم بيعرفوه، شافوه او سمعوا عنه، اللي هو قبل رمضان بيكون تامر حسني، برمضان بيصير مصطفى حسني. شفتوا كيف ما قلت عمرو دياب وعمرو نو هي جديده. شو رايكم فيني؟ هذا النوع اللي هو ما بيصوم. في عالم ما بتصوم. بيقهر انه هو بيكون موجود وقت الافطار، ومو بس هيك، يا ريت لو بس هيك، لا كمان بيروح على المطبخ قبل الافطار وبيشوف شو الافطار وبيتشرط، واذا ما عجبه بيقول ما عجبه اعملوا لي هيك، وبيتشرط على انسانه صايمه عم تطبخ له بالمطبخ للصايمين، وهو عم يتشرط انه بده فطور خاص لإله اللي هو اللي مش صايم. فهمت الفكره؟ فهمتوها؟ مقهوره منه عن جد، مقهوره. شرطة الحرام. هدول غالبا بيكونوا موجودين بالمساجد او باي مكان. هدول بيشبهوا المتدينين شوي، عدا عن انه هدول مش بس بيكفروك، مش بس بيخلوك تعصب، مش بس بينرفزوك، مش بس يخلوك تقول اللهم اني صائم 10 مرات، لا، فوق كل هذا بيدخلوا بالفتاوي. يعني منهم بتسمع فتاوي انت بحياتك ما سمعتها. طبعا يا ويلك تفكر تتجادل معهم او تقول لهم كلامكم مش صح، لانه هون رح يقولوا لك انت بدك تقارن حالك في انت بدك تقول انت مينك؟ انت انا لك بتكون المرأة عم بتصلي بالجامع بعباية فيها من هون كريستالة. حرام يا عمي. وين الحرام؟ هي الفتوى يا عمي، وين سمعتي اياها الفتوى؟ طلعي لي اياها. طيب بتصدقيني؟ ما بتصدقيني؟ انت ما بتصدقي انت بي انا اصلا ليش حكيت بقى انا اللي عم اصلح انا. هلا اترككم من كل هاد. اللي بيقهر اكثر شيء انه هن عندهم سوء ظن، اعوذ بالله. الصائم على الموضة. هاد إنسان بيصوم برمضان، أمانة بيصوم. يعني هذا الشخص خلال شهر رمضان هو موقف أكل خلال النهار فقط، ولا بقرآن ولا صلاة ولا أي شيء، بس صيام عادي. بتسأله بيقولك اللهم أني صائم. تقبل الله عزيزي، تقبل الله. اللي بيتحجج بالصيام. وهذا النوع بكرهه. استرجي اطلبوا منه طلب. انا صايم لك، هو صايم لك. ايه هو صايم لك والله، واللي اسمه الله بنعرف انك صايم. اول شيء الدنيا رمضان، ثاني شيء مش بس انت اللي جوعان وتعبان وعطشان، كل الامه الاسلاميه صايمه وكلها عم بتحس نفس الشيء. لا، هاد كل شيء
عصبية من النوع اللي بيتحجج بالصيام، فخليني أحكي لكم عن النوع العصبي برمضان. هذا النوع بيتحول اسمه من اسمه الحقيقي لا اللهم إني صائم برمضان. هذا بيسبسب اللهم إني صائم، بيعصب اللهم إني صائم، بيغلط اللهم إني صائم. والله شو على فكرة الصوم مش بس انه تسكر هذا من الاكل، كمان انه تسكر هذا من اللفظ البشع، وكمان الصوم مش صوم الجسد فقط، صوم الروح، يعني اذا فهمتوا علي. يعني مش بس صوم انه من هون، يعني فهمت ولا ما فهمت؟ بعرف انه ما فهمت، بس انه الصوم اكثر بكثير من انه بس سكر تمك عن الاكل. لا، بيسبسب وبيغلط وبيعمل كل اللي بده اياه، وبعدها بيختمها اللهم اني صائم. بشرفك انت صايم؟ إيه لكن تقبل الله يتقبل. الله شو كنت مستنية انه احكي عن هذا النوع اللي هو الممثل. شو الممثل؟ الممثل هلا رح افسر لكم. اللي بيتصور هلا اول شيء لكون صريحة معكم، كلنا الا ما بنتصور شي صورة صورتين مع القرآن ونحن عم ندعي، يعني عم نتصورهم عاملينها، بس مش كل يوم، خصوصا برمضان 30 صورة على كل مواقع التواصل الاجتماعي. استنى صورني بالجامع، لا صورني مع المسبحة، لا صورني مع القرآن، صورني وانا عم بركع، صورني وانا على السجاد. على فكرة العبادة بينك وبين الله، يعني بينك وبين ربك. ودائما بتسألوني ليش بالروتين الصباحي ما بصور حالي وانا عم صلي؟ ما بيصير، بيعتبر رياء. اوكي بنعمل صورة صورتين نادرا، شغلات عادية طبيعية، كم وحدة، بس مش دائما يوميا، ومش اوفر. التائب هو الشخص اللي بيقضي من عمره 11 شهر وهو عم بيخطط لشهر رمضان، اللي يا اما رح يتوب عن شغله، او رح يبلش شغله حلوه منيحه، او رح يبلش يلتزم بشغله منيحه بشهر رمضان المبارك. لازم ينتظر لشهر رمضان. اوكي نحن معك لشهر رمضان، بيجي شهر رمضان تساله شو؟ بقول لك والله ما زبطت معي. وعلى فكره هذا الشيء بيصير مع الكل، وانا وحده منهم. اوكي بيصير معنا انه نحب التاجيل وناجل. اللي انا عم اقول لك اياه وعن تجربه شخصيه، ما تاجل. بدك تبلش شيء بلشه هلا، لأنه طالما أنت عندك القدرة أنك تأجلها لبعد 6 شهور ليجي شهر رمضان، أو لبعد شهرين ليجي شهر رمضان، فأنت ما عندك القوة لتوقف هذا الشيء بداخلك، لأنه عم بتأجله، فأنت مش مستعد. لهيك بلش هلا لحتى تصدم حالك وتستعد بنفس اللحظة وتوقف هذا الشيء اللي بدك توقفه، أو تبلش هي العادة الحسنة اللي بدك تبلشها. هذا كان فيديو اليوم، بتمنى عجبكم وحبيتوه. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتشتركوا بالمسابقة. أنا نور، بحبكم خيرات الله، وبشوفكم وين وإمتى بالفيديو الجاي، فيديو بكرة إن شاء الله. باي باي.